اوري بيانفينو وتدخل من محمد البشتوفجي امام اوري بيانفينو، والحكم يامر بمواصله اللعب. العيفه كان قدم الرجل نتاعو يعطي وسام بن يحيى، وسام بن يحيى وحده، وسام بن يحيى وحده، وسام بن يحيى وتدخل ولا ضربه الجزاء، ضربه الجزاء لفائده النادي الافريقي. وسام بن يحيى يدخل طليق ويتحصل على ضربه جزاء على اثر تدخل من العربي جابر، يجيب ضربه جزاء في الدقيقة السادسة، وفرصة ثمينة للنادي الإفريقي لمضاعفة النتيجة. لاعبو ترجي يأمروا الحكم أنه ثم كانت مخالفة لربما طبعا عودوا الصورة، ثم بلال العيفة يقدم رجله والحكم يؤمر بمواصلة اللعب على إثر هذه المخالفة اللي ما اعلنهاش لفائدة الترجي. يتمكن هاي الإعادة، شوفوا نعاودوا نشاهدوا مش من هنا بالضبط، كانت الكرة بلال العيفة، وهذا تدخل من الخلف، من عربي جابر، ويجيب ضربة جزاء لفائدة فريق النادي الافريقي. وسام بن يحيى بنفسه هو اللي بيشغل التنفيذ. ونشوفوا شكون بالضبط، ربما أسامة السلامي. ثم بحذاه القربي. إذا الدقيقة دخلنا في الدقيقة 53. من شيرة أسامة السلامي برجل يسرى ويتمكن من مضاعفة النتيجة. الهدف الثاني لفريق النادي الإفريقي في الدقيقة 53 تتغير النتيجة وتصبح النتيجة إذا 2-0 لفائدة النادي الإفريقي أمام الترجي، وربما فرصة أكبر بالنسبة للنادي الإفريقي فيما تبقى من وقت دعم النتيجة الأولية اللي كان حققها منذ الدقيقة 27 عن طريق زهير الذوادي. وفي الدقيقة 53 يتمكن أسامة السلامي من مضاعفة النتيجة. وهل الآن ربما السؤال كيف سيكون مردود الترجي بعد قبول هدفين، لأنه ما عنده ما يخسر في النهاية. صحيح توا معناتها الترجي الرياضي التونسي باش من المفروض معناتها باش يعاود يدخل في المقابله، يلزم يبني الهجمه نتاعو، يلزم ما يلوش باش يلعب، باش يعاود يتسرع، باش يعمل كان على رامو باش يعمل الفارق. يلزم تخرج الكره نتاعو نظيفه من وسط الميدان نتاعو، الاقتراب